مباراة للأهلي ولا أسوأ. يعني حتى من قبل ما ريبيرو يمشي ما كانش بيلعب الأداء ده. يعني قبل ما ريبيرو يمشي كان الأداء أحسن من كده كمان. أسوأ مباراة للأهلي، لعيبة منتهى التراخي ومنتهى اللامبالاة، وتريزيجيه عايز يعمل كل حاجة لوحده. كل واحد بيأنن، حتى في باقي اللعيبة كلهم كل واحد عايز هو اللي يجيب الجون، مفيش حد بيلعب جماعي. مباراة سيئة جدا للأهلي النهاردة، بغض النظر ان الحكم ظلم الاهلي في ضربة الجزاء اللي هو حسبها، وواحدة زيها لو انت ماشي بالمعيار دوت، واحدة زيها للاهلي لتريزيجيه ما حسبهاش. يعني حسب لإنبي ضربة جزاء نفس الفكرة تقريبا اللي هي الدفعة دي، وما حسبهاش لتريزيجيه. يعني مباراة سيئة جدا، أداء ولا أسوأ للأهلي. وضربة الجزاء اللي اتحسبت على الأهلي دي لو على الزمالك ما كانتش اتحسبت. وضربة الجزاء اللي المفروض لو ماشي بالمعيار دوت لتريزيجيه او للزمالك كانت اتحسبت. لجنة الحكام مظبطة الزمالك أعلى تظبيط.